عسلامة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد ورسالة جديدة. مرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله تكونوا في خير ونعمة، إن شاء الله تكونوا لاباس. راكم تشوفوا الجو توا سخن. دونك قلت علاش ما نجيكمش هكا بروسيت. لقيت فريز، تو الفريز رخص شوي. دونك باش نعمل مع بعضنا روسيت نتاع معجون الفريز. روسيت من القلب للقلب، ناجحة 100%، تعمل 66 كيس. ديجا تشوفوا في التكستور وحدكم. تبعوني. مقادير سهلة ومضبوطة، قدرة ربي تجيكم حاجة تعمل 66 كيس. هاي نمشي نشوفوا مع بعضنا المقادير وطريقة التحضير. دونك نبداو على بركة الله. أول حاجة باش نعملوها باش ناخدو الفريز متاعنا، ناخدو الماء، نصبو شوية خل ونغسلوه بالباهي بالباهي. ومن بعد باش نبدا نحي فيك العروش الخضرا ديكا. نحاول هكا ندخلش برشا في كعبة الفريز، نحي جوست العرشة. نكمل الكمية متاعي الكل. هنا أنا خديت 2 كيلو ونص فريز باش نعملهم معناها المعجون. دونك باش نعمل عولة متاع عام كامل. فوالا باش نطول هنا قريبا نكمل الكمية متاعي الكل، باش ننظفها بالباهي ونعاود نغسلها ونرجع لكم. لهنا كما قاعدين تراو، بعد ما كملت غسلتهم وسقطرتهم شوي. تو باش نبدا نقص في الكعيبات متاعي، نقصهم هكا معناها الطروف صغيرين هكاك يسهلوا عليا عملية الطياب في ساعة يطيبوا. باش نكمل نقص الكمية الكل باش نحطها في باش معناها الطنجرة باش نطيب فيها. فوالا من بعد ما نكمل نقصها وحطيت معناها حطيتها حاضرة باش نزيدها كمية السكر. وبالنسبة للسكر لهنا على 2 كيلو ونص أنا خديت كيلو سكر. اللي يحب يزيد ينجم يزيد، أنا نستكفى معناها يزيد كيلو، منحبوش حلو برشا. لهنا بالنسبة خديت للماء، خديت مقدار كاس ماء معناها صبيته. تو باش نحرك بالباهي السكر أكيد اللي نحرك مع الفريز باش يدخلوا في بعضهم يتجانسوا، باش نغطيه وباش نبيتو ليلة كاملة. دونك بالنسبة للمرحلة هذه مهمة برشا انه نخلو الفريز والسكر حتى اللي يذوب كمية السكر. تشوفوا كيفاش باش يولي كله هكا ذايب وماء مع الكمية متاع الماء اللي حاطينها. خلوه ليلة كاملة ولا كانت نجم 3 ولا 4 سوايع. دونك لهنا اليوم وغدوة رجعت كما قاعدين تشوفوا باش نوريكم كيفاش السكر متاعي الكل ذاب كما قاعدين تراو. بقات الكل ذاب. فوالا بقات كان معناها الطروف متاع الفريز. فوالا باش نحطو تو على النار ونخليه يطيب في راحته، معناها نحطو على نار متوسطة ونخليه يطيب. لهنا كما قلت لكم باش نحطو على نار متوسطة وباش نخليه يوصل حكاية هكاكا ساعة ساعة غير ربع باش يولي يغلي كما قاعدين تشوفوا. في كل مرة نعمل عليه طلة ونحركه شوي. فوالا كما قاعدين تشوفوا خليه ياخو راحته، ياخو معناه هو وقت. فوالا كما قلت لكم باش نرجع نحطه نخليه يغلي على راحته. في كل مرة نبدأ نتفقد فيه.
لهنا الكمية متاع الخليط متاع المعجون الفريز متاعي نقصت، فوالا بدا يعمل فك الكشكوشة. ماذا بينا الكشكوشة هاذيكا ما خلوهيش، خاطر من بعد نجم تخلينيش المعجون يصبر لنا برشا وقت. دونك في كل مرة نتفقد كيما قاعدين نشوف، نحيو الكشكوشة ونحركو بالباهي ونخليه يطيب. في كل مرة باش نلقو الكونتيتي متاعنا بدات تنقص كيما قلت لكم. جست نعمل لي زيتاب اللي قلت لكم عليهم. من بعد كي نوصل للمرحلة هذه باش نزيد عليه نصف كعبة متاع قارص، فوالا نعصرها بالباهي. نحاول نثبت من الكعب اللي فوسطها، فوالا انا لهنا تحت لي كعبة باش نحيها. فوالا نعصر بالباهي. القارص مش يعطيه بنا ما نحكيلكمش، فوالا باش نخليه يعاود يغلي في كل مرة باش نتفقدو. لهنا كيما كنتو تشوفوا قعدت في كل مرة نحي في الكشكوشة ونخلط ونرجع نغطيتي في عقله. لهنا وصلت معناها المرحلة اللي حاجتي بها، الكمية نقصت بالباهي. لهنا بالنسبة للمرحلة هذه أنا لهنا باش نحي معناها دبوزة من غير ما نرحيها، باش نخليها كافيها كعب ظاهرة متاع تشيز كيك متاع حاجة هكا باش تخدم بيها. أما أكثرية نحبو مرحي، معناها لهنا جوست باش نستحقوش في حاجة هكا. والباقي باش نحطهم في الروبو معناها ونرحاهم وباش نرجع نطيبو. كيما قلت لكم هنا هذه الدبوزه هذه نجم فما شكون يحبوا معناها كعبه كيكا ياكلوا بنين مش نورمال. دونك نحيت منه ودبوزها بركة، وسكرتها بالباهي وقلبتها بالشكل هو الكل يطلع الفوق وكيكا تصبر لي أكثر وقت. بالنسبة للكمية الأخرى تو باش نرحاها. نجمو معناها تنجموا إذا أنتم ما تحبوش ملحي تنجموا توصلوا للإيتاب هذيا وتاقوا معناها وتعبيوها الكمية الكل. أنا نحبو ماذا بيا هكا يبدأ معناها مرحي، فهمت. ونوريكم كيفاش باش نعملولو. لهنا كيما قلت لكم باش نرحيه ومش نرجعو نخليه يطيب شوية على النار. لهنا باش نرجعو كيما قلت لكم ربيع ساعة كهو، جوست هكا يوصل المرحلة متاع الغليان ونبدا نعبي معناه. فوالا شوفك اللون هذايا اللون ما غير لازت لهنا في المرحلة هذه جوست حطيته يغلي ولا لونه كيكا. دونك ما لازت ولا سكر لا حتى شيء. الكمية اللي حطيتها من الاولى هذيك هي كما تشوفوا فك اللون محلاه، ما زدتو حتى حاجة متاع معناها تخلي لونه بالطريقة هذيك. دونك هذا طبيعي 100%. دونك كي هنا وهو يغلي هكاكا باش نعبي البيبزيت متاعي وباش كيما كنتو تشوفوا. بالنسبة للبيبز متاعي كنت سبق وغليتهم معناها وعقمتهم وشيحتهم بالباهي. لهنا باش نعبيهم وهو تبدا سخونة ونقلب البيبزيت متاعي باش يخرج منهم هكا الهواء هكاكا يصبرلنا عام. قد ما تحب معناها شهر شهرين عام انتي، والوقت اللي تشتهيه تجبد وتاكل على روح. دونك لهنا وصلنا لاخر الفيديو. دونك هذيا كيما قاعدين شوفك التكستير العزيزة الغالية. ما نحكي لكمش على بنة اخرى. تعرف ريحة الفريز فاحت مش عادية معناها. دونك حتى السكر متاعو معدل مش هكا الحلو متاع حلو برشا معناها. السكر هكا باهي تنجم تاكلو. نحكي لكمش ريسيت تعمل الكيف. دونك جربوها. ما تنساوش تعملوا لي برشا جيمات للفيديو، تكتبوا لي في التعاليق، واستنوني في فيديو جديد ورسالة جديدة. ومرحبا بكم الناس الكل. باي باي.